السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزاع في قناتكم قناة رزاعة اف سي. والنهاردة جيت لكم بفيديو جديد عن طريقة لعب درافت على الموبايل عادي جدا من غير ما تحتاج للكونسول أو حتى للبلاي ستيشن. خليك تلعب فود درافت على تليفونك جدا بكل سهولة. كل ده هتشوفه في الفيديو، ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منك انك تصلي على النبي وتذكر الله وتدعمني وتضغط على زر اللايك وتشترك هنا في القناة وتتابع معانا السلسلة اللي نزلت، سلسلة الشورتس اللي هي سلسلة نصيحة في السريع. تتابعها معانا، سلسلة ممتعة جدا وإن شاء الله هتفيدك يعني. فقبل ما نبدأ انضم لعائلتنا عائلة الرزيعة واضغط على زر اللايك وليتس جو. مبدئيا كده هنحتاج في أول حاجة المتجر بلاي، أو أنت لو معاك أيفون ممكن تستعمل كمان اللي هو الأب ستور. وهنكتب هنا في البحث فوت درافت. هنا كتبنا فوت درافت، وهنا ده اللي هو افتكروا كده شكله هو ده هتدخل عليه. طبعا انا محمله وهتلاقيه هنا، هتلاقاه اسمه ميد فوت، لكن انت ممكن تكتب فوت درافت ويفتح معاك. هو ده اذا البرنامج اللي هنقدر نلعب عليه الفوت درافت. هنا هنجيبه اهو، صورته اهو قدامك، اسمه ميد فوت او فوت درافت، ممكن تكتبها وتظهر قدامك. طبعا هندخل على البرنامج اولا. البرنامج مش محتاج نت، فانا ممكن حتى اقفل البيانات قدامك دلوقتي اهو. انا قفلت البيانات، الشبكه خلصانه بتاعت الواي فاي، ولكن البيانات دلوقتي قفلتها قدامك. وكمان البرنامج اقدر افتحه عادي جدا وبكل سهوله. فكرة البرنامج ان انت حرفيا زي البلاي ستيشن بالظبط، شايف في الدرافت اهو، وهنا الباكجات انت ممكن تعمل تحديات وتجيب باكجات في الاس بي اس، وفي كمان تشكيلتك، وفي الكروت اللي عندك حرفيا نفس، حتى الكروت اللي تطلع لك هنا هي الكروت اللي في الكونسول. فدلوقتي نبدأ معاكم بالحاجة الأساسية، الفود درافت. ازاي تعمل درافت؟ مبدئيا كده هيجيب لك تشكيلات عشوائية، كل مرة هيجيب لك تشكيلات مختلفة، وانت تبدأ تنقي التشكيلة اللي انت عايزها. يعني مثلا جاب لنا تشكيلات كتيرة اهي. احنا مثلا نختار انهي؟ نختار 4-4-2. حلو. واول لاعب طبعا هيكون مختلف. بالنسبة للناس اللي لو انت هتعمل فود درافت، احسن لك تختار دوري معين وتبدأ تلعب عليه. يعني لو هتختار الدوري الفرنسي تختار كل لعيبة من الدوري الفرنسي، تختار الانجليزي تختار كل لعيبة من الدوري الانجليزي. انا هبدأ مثلا مع الدوري الانجليزي، هختار كل لعيبة من الدوري الانجليزي، فاختار سليبة. وده طبعا كله عشان الكيمستري اللي هو التناغم بين لعيبتك. نلعب مع بعض فود درافت كده الاول. وللاسف في التانية ما جاليش لاعب من الدوري الانجليزي، بس جالي مورجان ده بتاع اوفر 99، اعلى اوفر في الكونسول دلوقتي. اوه جالي كريستيانو بس يعني. وجالي هالاند 99. لا 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 لا. الهجوم هيبقى ناري حرفيا 299، وكمان هتقدر تلعب بطولة. فدلوقتي كل ده هعرفهولك، بس ايه، اتفرج معايا الفيديو لغاية الاخر. وطلع لنا هنا بوكايو ساكا، والناحية الشمال هنحاول بس ايه نخلص الفود رافد بسرعة. نختار في الناحية الشمال لويس. طبعا انت بتدوس على المركز وتبدأ تختار اللاعب عادي جدا، يعني حاجة في قمة السهولة الصراحة. وزي ما قلت لك يعني حاول بقى ايه، يعني اختار اللاعب اللي على مزاجك طبعا، ولكن احسن لك تلعب على الكيمستري، يعني تلعب على التناغم. يعني انا دلوقتي حتى لو في لاعب من الدوري الاسباني وفي لاعب من الدوري الانجليزي، واللاعب اللي من الدوري الاسباني اعلى من اللي في الانجليزي، بختار اللي في الانجليزي لان الكيمستري ممكن. ولو عايز برضو تلعب فود درافت للدوري الاسباني هتقدر تعمله. طبعا هنا تدوس على البنش عشان يجيب لك الاحتياط. في الاحتياط وفي احتياط الاحتياط لو مثلا جالك لاعب ضعيف ولا حاجه. هنا جالنا اسيان اللاعب الايكون، هو شايف جا اسيان 94 واردا جولر 95. هنختار اسيان لانه في تشيلسي، وتشيلسي طبعا في الدوري الانجليزي. نختار اللي جنبه. لغايه دلوقتي الفود درافت الصراحه قوي جدا، ويطلع علينا كريستيانو. للاسف مش هعرف اختاره علشان ان انا بلعب بالدوري الانجليزي وكده. حتى هطلع مورجان ال99 وهنزل نونيز يعني. ونختار هنا جابرييل. حلو جابرييل ننزله بدل الواد ال74 ده. حلو جدا. انا الواد اللي هو كريستيانو حرفيا حالف لا يطلع لنا النهارده. كريستيانو حالف لا يطلع لنا. مبدئيا كده اقول له واتكنز 95، وانا عندي الاتنين اقوياء، فانا اختار رونالدو. خلاص بقى كريستيانو هيلعب. مش هلعبه اساسي بس هيكون معايا يعني. هنا ما جالناش حد تقريبا من الدوري الانجليزي، صح؟ مفيش حد من الدوري الانجليزي. نختار الاعلى من حيث الاوفر. الصراحه الفوت درافت ده جامد يعني. انا
قبل ما اصور جربت التطبيق وقعدت اعمل فود جرافيك كده مع نفسي، حرفيا كان اعلى واحد ممكن يجي لي. ما كانش الاوفرات عاليه يعني، لان طبعا ما فيش حد من الدوري الانجليزي نختار اعلى اوفر. هنا تشوف 96. نختار تشوف. ايه الاسم الغريب ده يا جدعان؟ من قله الاسامي يعني. نختار تريبير. تمام، احنا ناقصنا ار بي وسي بي يا ربي. وباقي 4 مراكز وجيكي كمان يعني بالمره. فيا رب يطلع لنا. وي 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 طلع لنا السوب سلاي 95. يلا بقى السي بي حلو، السي بي حلو 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 حلو. طلع لي ستونز وطلع لي فان دايك. الاتنين اقوياء نختار فيرجيل فان دايك ينزل مكان جابريل. تمام. هنا بقى يا رب يطلع لي ار بي. يا رب يطلع لي ار بي. للاسف سي بي وال بي فقط، ومفيش حد كمان من الدوري الانجليزي. فنختار الاعلى اوفر اوليفيرا. يا رب بقى يطلع لي حارس كده عادل. للاسف ما طلعليش حارس عادل. ولكن فود جرافيك جيد جدا على فكره، الفود جرافيك قوي جدا. جال اكتر من لاعب باوفر 99. طبعا لو عايز تبدل اللاعب تدوس عليه وتروح الناحيه التانية وتدوس، يعني شايف. انا مثلا عايز ادخل اللي هو البتاع ده، بدوس عليه عادي جدا. ومثلا داس على تريبير لو انا عايز ابدله بتريبير. داس على كريستيانو مثلا عايز ادخله، واشوف مثلا اللاعب اللي انا عايز انزله مكانه. لو انا عايز مثلا انزله مكان الحارس ده اهو. الفود درافت حرفيا جاب 96، ده من اعلى الفود درافت اللي انا عملتها في التاريخ. لو عايز تلعب هتدوس على بلاي. هو الفود درافت جاب بتاعي 196. 100 في الكيمستري اللي هي في التناغم، وكمان 96 في الريتنج. انت دلوقتي تقدر تدوس هنا. اللعبة مديالك شوية تحديات. ممكن تلعب تحدي تاخد منه أول ما تكسب طبعا تاخد منه لاعب 93 مضمون. وهنا تلعب تحدي تاخد منه رونالدينيو. وهنا تحدي تاخد منه لاعب برتغالي من 91 ل93. لكن أنا قبل ما أبدأ طبعا كنت بلعب في اللي هي بتاعة رونالدينيو. فهنكمل بتاعة في رونالدينيو. يعني طبعا أنا بلعب بنظام الدوري. أنت في الأول خالص اللعبة بتخيرك يا نظام دوري يا نظام بطولة. البطولة بتلعب من دور المجموعات، بعدها دور ال16 وكده. لكن دور الدوري بتلعب دوري بقى كامل. انت مثلا تاخد 8 ماتشات والمركز الاول هو اللي بيكسب وكده. طبعا هنا بتعوق شوية، يعني ممكن تقعد لك نص دقيقة ودقيقة ولا حاجة، ولكن في الاخر برضه هتفتح عادي جدا. واخيرا فتحت معانا بعد ما عدت دقيقة تقريبا. طبعا هنا لاعب ماتشين و... وجايب 4 نقط. لا انا لاعب ماتشين وجايب 6 نقط. انا في المركز التاني ده. والماتش ده هلاعب اللي هو الألماني ده. وده برضو معاه 4 نقط، فإن شاء الله نكسب الماتش ده. طبعا انت مش بتلعب ماتش اللي هو مباراة، لا انت الجهاز يعتبر هو اللي بيلعب. يعني دلوقتي هتشوف نظام الماتشات هنا عامل ازاي. بص دي تشكيلتي انا دلوقتي. طبعا التشكيلة اللي احنا عملناها مع بعض. ودي تشكيلة الخصم. برضو تقريبا كل لعيبته من الدوري الانجليزي، فهو كمان مهتم بالكيمستري. فماتش الصراحة هيكون جامد جدا. اهو. انت دلوقتي إيه، انت بتتفرج على الفرص بس. انا دلوقتي كده ماتش دلوقتي هو اخد كارت اصفر. هو اللي بيحصل في الماتش بيجي لك هنا تحت. ومحمد صلاح عنده كمان اخد كارت اصفر. والدقايق طبعا اهي فوق يعني دلوقتي الدقايق هو ال40. وهنا هو اوديجارد اتصاب ونزل مكانه لسيلسو بتاع توتنهام اوفر 96. وانا بيدرو. وانا طبعا هو عمل تبديل نزل الواد 97. تمام. هو كمان رايح بهجمة عليا، يا رب ما تيجي. الحمد لله الصليبة. انا دلوقتي عايز اعمل تبديل في الهجوم الصراحة. هو ندوس هنا نبدل فرود بفرود. هو نزل لنا مورجان بدل لويس دياز. مورجان اول ما نزلته راح بهجمة دلوقتي. الحمد لله اللي نزلته جاب جون خبير تكتيكي انا الحمد لله يعني. وهنا هالاند، لكن روبن دياز صدها يعني. فالصراحة النظام ممتع جدا واللعبة ممتعة جدا. كمان هنا ممكن اعمل تبديل تاني خط وسط. نزل لنا سوبوزلاي بدل اسيان حلو. وننزل فورورد لا. طبعا انت بتقعد تبدل لغايه ما يجيلك الاتنين مع بعض فورورد بفورورد. انت حلو نزل لنا مارتينيز بدل ساكا هنا، لكن الحارس بتاعه صدها. فالصراحه النظام ممتع جدا ومع الوقت تقدر تتعود عليها. هنا طبعا بيجيلك دي انت تختار انهي جهه هي الاقوى عندك. انا اختار الناحيه او اختار اللي هي الهجوم. تقريبا عندي فيها هالاند 99. ايوه هالاند وفودن
فانا عندي 90 وهو جزء اللعبه اللي عنده جابه 175، ان انا كده هاخد ضربه جزاء وانا اللي هشوطها. هتتشاط ازاي دلوقتي هتشوف. طبعا انا هالاند 99 والحارس بتاعه 94، فنسبه ان هي جول تيجي جول 75%. المفروض ادوس على المكان وهي بقى ايه تخش ولا ما تجيش. الحمد لله جبتها وجبت الجول التاني وخلاص كده يعتبر ضمننا الفوز. ايوه اول ما ضمننا الفوز جات لنا مكافأة شوية باكجات كده هنبقى نفتحهم مع بعض. فهنا هالاند ومورجان جابوا لي الاجوان، وطبعا دي جوائز الفوز بالماتش 40,000 كوينز وشوية باكجات كده ايه حلو. طبعا انا اتصدرت الدوري. اول ما الدوري ده يخلص وانا اكون متصدر هاخد رونالدينيو. فالصراحة النظام ممتع جدا. طبعا لو عايز تلعب تاني دوس ستارت نيو درافت وتدوس اوكي، وهيجيب لك درافت جديد وتقدر تلعبه. يعني هنا اختار اي خطة مثلا وهو درافت جديد تماما تقدر تلعبه وتكمل فيه. طبعا انت مش بتلعب بنفس التشكيلات يعني. انا اختار اي حد ونطلع بقى. كده دي فكرة الدرافت. والباكج اللي تحتها دي الصراحة مش مهمة اطلاقا. دي باكجات من اللعبة وتبقى باكجات ضعيفة جدا، يعني هوريها لك دلوقتي. هي اللعبة بتديك شوية باكجات كده وبتبقى باكجات ضعيفة ملهاش أي لازمة الصراحة جدا. أنا شايف تبقى أقوى واحد فيها 85 86 لو في حاجة يعني حظ حلو. لكن الحظ هنا الصراحة وحش جدا. فاحنا هنطلع هنا. اما تالت واحدة دي اللي هي الباكج اللي تحتها الصغيرة دي اللي فيها ايه الشوق كله. مبدئيا كده الناحية دي الباكجات اللي انت بتشتريها. انا دلوقتي شايف كمية الباكجات. ممكن اشتري باكج من 90 ل95 ب750,000. ممكن اشتري باكج من 92 ل95 ونفس الطريقة في كل الباكجات اللي هنا. ودي الباكجات اللي انا ببقى واخدها ايه مكافآت من اللعبة بقى الفوز والكلام ده كله. يعني باكج من ال87 هندوس اوبن وان شاء الله يجيلنا لاعب عدل. انا تشكيلتي برضو لسه بادئة كده ايه مش احسن حاجة. من الحدث ده برتغالي ليفربول دياجو جوتا تقريبا. نعم دياجو جوتا 88. حلو نوت باد. حلو. هنا الباكج ده بلس 85 ان شاء الله يطلع لنا الحمد لله وك اوت. ولكن الحدث ده ضعيف جدا. فرنسي تقريبا ديابي ولا مين؟ ريال مدريدي تشاوميني. لا ده كامافينجا دي طبعا شوية باكجات انت تفتحهم كده مع نفسك. ممكن يطلع لك لاعب 99 عادي جدا تحطه في التشكيلة. ولكن لما تيجي نشتري باكج، انا عايز اشتري باكج الصراحة. انا اشتري ب750,000. انا معايا 2 مليون. يا رب يجيلي 95. يعني اوه الفوتس ده اللعبة بتاعته كلها جامدة. ألماني حلو من الدوري الألماني. هيرو مين كام؟ أكيد 95 الحمد لله. باكج من 90 ل95 لا لي 95. تمام جدا الصراحة. الحظ كان كويس. هنا بقيت الباكجات. هنا في باكج 100% هيطلع لك لاعب توتي. توتس قصدي. فالباكج الصراحة حلو. تعال نفتحه. توتس أكيد. انجليزي بلينجهام ولا هاري؟ ايه ده فودن. ستونز 97 ولا مين؟ ليه بيطلعوا لي بنات؟ المشكلة ان في البرنامج فيه بنات. بس حلو على فكرة 94 ممتاز كمان مش حلو بس. فانا ايه يعني لو عجبتكم الصراحة الفيديو ده ممكن نكمل كده مع بعض ونعمل فود درافتات مع بعض ونعمل تحديات وكده. فبعد كده طبعا دي كده شرحت لكم قائمة التحديات، قائمة الدرافت وقائمة الباكجات. هنا دي طبعا القائمة دي بتجيب لك كل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي في الحدث. طبعا أقوى لاعب أقوى أوفر في اللعبة 99 اللي هي الليتسي كاردز دي. أما في الماركت أنت هنا تقدر تشتري برضو لعيبة. يعني طبعا تقدر تاخد مكافآت. اللعبة تديك لاعب 87 مضمون، لاعب 85 مضمون. تبدأ تختار منها. طبعا أنا من شوية كنت واخد لاعب 92 مضمون. فأنا تبدأ بقى تختار أي حد أنت عايزه. مثلا نختار هاري ماجواير. وتقدر دلوقتي كده هو جاب فرقتك وانا ازاي هوريك دلوقتي تجيب فرقتك منين. طبعا الفيديو ده هيبقى طويل جدا لان الصراحة برنامج مميز. فهنا طبعا فرقتك ايه اللي هي سكواد بيلدر اللي هي اخر واحدة. طبعا هنا بتدوس على كل مركز عشان يجيب لك كل اللعيبه. طبعا لسه بادئ فاللعيبه ايه مش عندي لعيبه كتير. يعني مثلا نختار اقوى واحد في كل مركز. هنا تمام. روبن. الليفت باك نحط كونيشا ده. وهنا فيليب لام. خط الوسط معايا في إريكسن أيوة 96. والواد اللي لسه طلع لنا
95. وهنا تمام. والليفت وينج عندنا ريبيري، وراس الحربة عندنا هالاند، لا عندنا ميسي. وهنا الرايت وينج عندنا سيلز. فالصراحة تشكيلة يعني مش أحسن حاجة، ولكن في أول يوم، فالصراحة تشكيلة كويسة بالنسبة لأول يوم. طبعا القوائم دي كلها ملهاش أي لازمة ومش هتستفاد منها بحاجة. أما عن قائمة الاس بي اس، فدي طبعا موجودة في البلاي ستيشن. انت في الاف سي كونسل طبعا. انت يعني مثلا في باكج من 90 ل 92 مضمون، وفي باكج من 89 ل 91، وفي لاعب 90 مضمون. فانت مثلا لو اخترنا اللي هي بتاعت اللاعب 90 مضمون دي، انت وتختار مثلا نادي ليفربول، نختار مثلا نادي ليفربول، هيديك تحدي هنا. يعني هنا بيديك 6 لعيبة من الدوري الانجليزي، 6 لعيبة من انجلترا، جزء لعيبة من ليفربول، وتلات لعيبة كارد السايب اللي هو كروت مميزة يعني ليها شكل وكده، ولاعب انجليزي ماكس مطور يعني. وهنا لاعب فوتس اللي هو ايكون انجليزي فوتس. وانا لاعب، وانا الكمستري يكون 99. فطبعا انت بتجيب تجيب 6 لعيبه من ليفربول وكده يعني. ولكن طبعا انا مش معايا لعيبه كتير، طبعا لسه بادئ اللعبه النهارده. فانت لما يكون معاك لعيبه كتير وتبدا تلعب، تبقى معاك لعيبه يعني كتير، تخش ممكن تعمل تحدي الاس بي اس. يعني تحدي ممتع برضه، ممكن يطلع لك حد هنا. طبعا في قوائم تانية كتير، ولكن الفيديو الصراحة طول النهاردة. فان شاء الله ممكن بكرة او بعده بالكتير اوي اعمل لكم جزء تاني عن شرح الفوت الدرافت او البرنامج ده عموما. وان شاء الله الفيديو ممكن ينزل بكرة او بعده بالكتير اوي. وبكده يا رزاق نكون وصلنا لاخر الفيديو. تصلي على النبي، اشترك. جود باي.